بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وامسيه كرويه جديده من الكوره مع فايق. طيب، كيف هي التحركات فيما يتعلق بالنادي الاهلي والبوصله بتاعت الاهلي ناحيه كاس العالم للانديه؟ الاهلي عنده مرحله مهمه جدا جدا، مرحله بتقول يوم 28 ماتش هو ماتش الحسم بالنسبه للنادي الاهلي في الفوز ببطوله الدوري. لكن هل ده بيخلي الاهلي ما يفكرش ايه اللي هيعمله بعد كده؟ اكيد هو بنسبه مليون مليار في الميه لا. طيب، هل الاهلي بيتحرك في صفقات جديده ولا الاهلي شبع؟ الاهلي خلص تحركات الاهلي كلها الحقيقيه في خط الظهر. تحركات الاهلي الحقيقيه كلها في خط الظهر. فخليني اقول لك شويه حاجات مهمه جدا وانت قدامك الخريطه بتاعه الاهلي. اولا، الاهلي لم يتمم اتفاقه حتى الان مع العش. العش هو لعيب جاي على سبيل الاعاره من نادي زد. الراجل اشتغل مع الفريق بشكل كويس جدا جدا، والاهلي عنده رغبه كبيره في استمرار العش. عنده رغبه كبيره في استمرار العش. العلاقه اللي ما بين زد والاهلي علاقه الى حد كبير فيها مرونه. فيها مرونه، ما هياش العلاقه الصعبه اللي تقدر تقول فيها ان الطرفين بيتفاوضوا، يعني بيبقى عندهم وقت طويل في المفاوضات. فصفقه العش لسه لم تتم لحد هذه اللحظه، انما يعني ايه لم تتم؟ يعني لسه الاهلي ما خلصش في ان اللاعب يبقى لاعب في النادي الاهلي بشكل نهائي. ماشي، لسه لحد اللحظه دي الاهلي عايز جدا جدا جدا. في مفاوضات جدا جدا جدا. حط ده على جنب. تعال نروح ل برضو الجزئيه الثانيه اللي موجوده في خط الظهر. ياسين مرعي. ياسين مرعي لاعب فاركو. هو واحد مش من المرشحين للاهلي دلوقتي، انما هو واحد من اللي النادي الاهلي فعلا بيتكلم معاهم. بلاش خليني اكون صريح اكتر وادي لك المعلومات اللي عندي كلها. الاهلي اتفق مع ياسين مرعي على كل حاجه، وفاركو مرحب جدا جدا وما عندوش مشكله. وفرقه فاركو اصلا الدماغ بتاعتها هي دماغ استثماريه بحته، فما هي ما عندهاش مشكله اصلا في فكره رحيل لعيب من الفريق طالما ان هو بيستثمر فيه. فياسين مرعي الاهلي متفق معاه على كل حاجه. ياسين مرعي تاني اهو، تاني ياسين مرعي الاهلي متفق معاه على كل حاجه. دي لك معلومه من على طرف المعلومه ما يعرفهاش غير الناس اللي شغاله معانا في الشغلانه. مين ياسين مرعي؟ ياسين مرعي يبقى ابن سيد مرعي، وكيل اللاعبين. تاخدوا المفاجاه بقى، سيد ملوش اي علاقه بالمفاوضات، لا من هنا ولا من هنا خالص. ما خرجينه بره القصه خالص. السيد ده اللي هو ابوه، بره القصه خالص. ياسين المفاوضات تتم بشكل حصل الاول جس نبض. هل من الاخر يعني اهلاوي ولا لا؟ يحب يبقى موجود في الاهلي ولا لا؟ عايز يبقى موجود في الاهلي ولا لا؟ ثم اتسال في فاركو اخباره ايه كله على بعضه، فجت الاخبار كويسه جدا جدا. فالاهلي متفق دلوقتي، احنا في المرحله بتاعه الاتفاق خلاص، خلص ومتفق وكل حاجه. هل وقع لحد اللحظه دي؟ لا. بكره ممكن يبقى في كلام جديد، بس لحد اللحظه دي لا. طيب، نروح برضو لاسم تاني بقى. انت كده اشتريت مني، ها؟ العش الاهلي عايز، لسه ما خلصش. الاهلي عايز برضو ياسين مرعي، وفي اتفاقات واقفه على حاجه معينه. ماشي كده. نروح بقى لشكري. شكري هو لعيب من اللعيبه المهمه جدا جدا، بقى في سيراميكا كليوباترا ناحيه الشمال، تالق في النادي الاهلي، ظهر بشكل كويس في النادي الاهلي، انتقل الى سيراميكا كليوباترا ثم اصبح لاعبا في سيراميكا كليوباترا. الاهلي بيفتح مفاوضات ووصل الى اتفاقات كبيره مع سيراميكا كليوباترا للحصول على خدمات محمد شكري مره اخرى علشان يبقى موجود في النادي الاهلي. والناحيه الشمال واضح ان النادي الاهلي محتاج فيها لعيبه، يعني ناحيه الباك شمال الاهلي محتاج. طيب، انا قلت لك انه بالمعلومه انه يحيى عطيه الله وكيله كان موجود معانا هنا، قال لك عقده ينتهي بعد كاس العالم للانديه، فهو موجود اوريدي مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. هو حق للنادي الاهلي يعني يدخله في قائمته ما يدخلوش في قائمته، هو اللاعب بتاعه يقدر يلعب معاه. نفس القصه بالنسبه لكريم الدبيس، هو لعيب النادي الاهلي كده كده موجود ناحيه الشمال. موقف علي معلول ده اللي هيتضح يعني قريب، اذا كان الاهلي هيبقى موجود مع علي معلول ولا لا في كاس العالم للانديه. برضه لحد اللحظه ديت لسه مفيش قرار نهائي حاسم، وجزء كبير من القرارات ديت متروك للراجل المدير الفني ريفيرو. خلاص، متروك لريفيرو. انا خلصت لك كده المجموعه بتاعت اللعيبه. فاضل لعيب هستنى لحد ما تبقى معايا المداخله هقول لك عليه، لحد ما تبقى موجوده معانا. نروح بقى لريفيرو نفسه. ايه القصه بتاعت ريفيرو؟ هل في عطله في حاجه؟ مفيش عطله في اي حاجه خالص. ريفيرو سينضم للاهلي وسيتم الاعلان الرسمي بعد ما الاهلي ما يلعب مباراته امام فاركو. هيلعب مباراته امام فاركو، واذا الاهلي فاز وتوج ببطوله الدوري، اذا حصل لا قدر الله اي حاجه في كل الاحوال كده كده سيتم الاعلان عن ريفيرو بعد مباراه فاركو، بعد مباراه فاركو يوم الخميس يعني. ماشي. ايه القصه بتاعت المساعدين بتاعته؟ هل في حاجه عطلانه؟ الراجل لا، متفق مع المساعدين بتوعه
وموصل للاهلي انه ما عندوش مشكله. في حته مش كامله، مش واضحه لحد اللحظه دي، مفيش اتفاق عليها لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي، مش خلصانه بنسبه 100%. ايه هي؟ هل الراجل هيبقى موافق على انه 2 يبقوا موجودين معاه مصريين ولا لا؟ كده كده الاهلي مصر ومصمم على عماد النحاس مدير الفني للفريق الحالي، المدرب العام للفريق مع ريفيرو. بس برضه كمان كانت هناك رغبه من الكابتن محمود الخطيب انه الكابتن شوقي يكمل في الحته الفنيه، لانه شوقي اصلا فني وشغله كله طول الوقت كده. وشوقي هفضل اقول دايما من الكوادر اللي اتعب عليها، بس ما اعرفش الناس وقعت منها فجاه مره واحده. الراجل يا جماعه اشتغل مع منتخب مصر واشتغل مع كيروش وقعد ياخد في خبرات وياخد في خبرات وياخد في خبرات، فان الاوان ان هو كان يتزق زقه مع المنتخبات الكبيره. الاهلي جه وقطاع الناشئين، ثم واحده واحده بقى موجود في الفريق الاول. فهو الراجل عايز يروح بقى في الحته الفنيه اكتر ويستفيد منها اكتر. بس هنا الامر هيبقى متروك للراجل المدير الفني، هل هو عايز الاثنين او هو مرحب باثنين ولا هيكتفي بواحد؟ اذا هيكتفي بواحد هيبقى في تحركات تانية على صعيد اختيارات الراجل نفسها. طيب، كابتن محمد يوسف هو المدير الرياضي للنادي الاهلي ويمتلك صلاحيات مدير الكره. اقول تاني لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي، كابتن محمد يوسف هو المدير الرياضي للنادي الاهلي ويمتلك صلاحيات مدير الكره. يبقى واضحه لك القصه كلها على بعضها. اذا الجزء اللي لحد دلوقتي لم يحسم فيما يتعلق بالجهاز المعاون لريفيرو لحد اللحظه دي هو هل عماد النحاس وشوقي والاثنين فني ولا لا؟ هيبقى عماد النحاس وعماد النحاس يبقى فني وشوقي يرجع تاني ياخد الحته بتاعت اداره الكره، وبالتالي تقول اليه الصلاحيات اللي موجوده من الكابتن محمد يوسف تنتقل الى الكابتن شوقي. كل ده هيبقى محسوم خلال الايام اللي جايه. بالمناسبه بن رمضان خضع للكشف الطبي تمهيدا طبعا للاعلان الرسمي عن تعاقده وانضمامه الى النادي الاهلي. بن رمضان لاعب من اللاعبين المهمين جدا، فاهمين كويس قوي انه ده كان واحده من المطالب الكبيره جدا لكولر، بغض النظر هو جه في انهي توقيت وفي انهي ظرف. بس زي ما انت ما فاهم كويس قوي ان مش دايما الامور بتمشي زي ما بيبقى عايز المدير الفني، كلها امور تفاوضيه بحته. فبن رمضان موجود هنا في القاهره زي ما بقيه اللعيبه كمان اللي خلصت وجت، سواء ديانج اللي هيبقى موجود، سواء حمدي فتحي كمان، لان حمدي هيبقى موجود برده مع النادي الاهلي خلال فتره كاس العالم للانديه. ده اجمالا بقى كده الخريطه بتاعه النادي الاهلي في تحركات النادي الاهلي في القصه كلها برمتها.